السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من مزيز الكورة، تقديم أبو زيزو، بإذن الله عجبكم. وألف مبروك فوز النادي الأهلي، الحمد لله. أخيرا أخيرا النادي الأهلي يعني يقف على رجله شوية، بس أنا ما زلت يعني ممكن هفرح النهاردة، بس من بعد كده أنا قلقان وخايف جدا من اللي جاي. للأسف فرحتي من الواقع أكتر منها خوف من اللي جاي. الأهلي داخل على مباراة بتاعة العين، إن الحمد لله النهاردة الأهلي قدر يكسب الزمالك، قدر يقف على رجله. ما كانش ينفع الأهلي يكسب من الزمالك في فترة أقل من شهر بطولتين متتاليين. ما كانش ينفع الأهلي يخسر 2 بطولات في بداية موسم جديد. ما كانش ينفع إن الأهلي يظهر بشكل وحش بعد اللي ظهر بيه في مباراة السوبر الأفريقي. النادي الأهلي النهاردة يعني أنا قلت لازم أهم حاجة كان يستحوذ ويضغط، بس للأسف ما كانش فيه توفيق خالص. الأهلي فعلا استحوذ في الشوط الأولاني وضغط. عواد صد بتاع انفرادين، الأهلي ضيع فرص كتيرة في كورتين جم في العارضة. فيعني كنا بنقول يا رب يا رب، يعني عايزين شوية توفيق، حاجة بسيطة كده يعني نعدي الدنيا. بس الحمد لله ربنا فعلا سمع مننا، وكان التوفيق في ضربات الجزاء، حيث إن 2 كباتن نادي الزمالك و2 أولاد نادي الزمالك، شيكابالا وعمر جابر، هما اللي ضيعوا. احنا عندنا في ناس ضيعت، بس الحمد لله الأهلي يقدر يكسب بأقدام كباتن نادي الزمالك. بس هو يا جماعة يعني شيكابالا يعني وشه حلو على الأهلي يعني والله يعني دايما ايه الموضوع بيجي من عنده. فالحمد لله الأهلي قدر يكسب. نتكلم بقى في الملعب شوية. الأهلي ضغط الشوط الأولاني، ضيع فرص الشوط الأولاني، بس الشوط التاني بقى إيه رجع في الناحية البدنية، عامل زي مثلا بيراميدز كده. برضه الشوط التاني لما رجع في الناحية البدنية وفي نفس الوقت الزمالك ما كانش قوي. بس الزمالك المرة دي كان غير ماتش بيراميدز. يعني الشوط التاني الزمالك كان أحسن من الشوط التاني بتاع ماتش بيراميدز بكتير، وخلق شوية فرص، بس ما زال ما كانش فيه أي فرص خطيرة على الشناوي زي ما الأهلي كان له فرص. الأهلي أنا مش عارف، أنا مستاء من بعض أفعال كولر. أنا مش فاهم ليه رضا سليم كان احتياطي. مش فاهم طلع وسام ليه وهو نزل عمر كمال أصلا عشان يلعب عرضيات. يعني حاجة غريبة يعني عمر كمال بقى بيلعب عرضيات، ولا أشرف ولا يحيى عطية الله بيعمل عرضيات، بس مفيش حد جوه منطقة الجزاء. فدي كان قرار غريب. انا ما عنديش مشكله ان تاو يلعب مهاجم، ولعبها قبل كده وتألق فيها قبل كده، بس احنا الماتش ده كنا عايزين حد هجام اكتر. تاو كان بيتحرك في مساحات، كان ممكن شايف ممكن ينزل كرقم 10، شايف كان ممكن ينزل مكان الشحات. يعني ما كانش في يومه قوي، بس كولر كان مستني ممكن يعمل اي حاجه. وسام كان يكمل عادي. بس الحمد لله الاهلي قدر يكسب صحيح بضربات الجزاء. صحيح يعني برضو احنا ما نقللش من هذا المكسب. شوف بتوع الزمالك كانوا فرحانين ازاي بضربات الجزاء، احنا برضو المرة دي كسبنا بضربات الجزاء بنفس الطريقة. مع اختلاف طبعا أهمية البطولتين. أهم حاجة بقى نفكر في اللي جاي. أنا خايف جدا من مباراة العين. مباراة العين أنا يعني خايف الموضوع يوصل احنا نخسر سكور من العين. الأهلي مش مبشر خالص. حتى لما الأهلي ضغط ومسك وخلق فرص، برضو مش هي دي الحدية بتاعته. مش هي دي الحدة بتاعت النادي الأهلي. النادي الأهلي في رأيي إن هو هيسيب كورة للعين. العين رحيمي داخل على رحيمي ولاباكوجو ومعرفش مين. فرقة يا جدعان فظيعة، خاصة من الهلال 5-4. شوفوا آخر ربع ساعة كانوا واكلين الهلال ازاي بكل النجوم اللي في الهلال. فربنا يستر في اللي جاي. نفرح النهارده، الحمد لله مباراة قمة، محدش قادر خالص من المباراة دي ولا من الفوز ده. الحمد لله كسبنا، الحمد لله نفرح ونخش بنوعات عالية، ونتفائل خير يا رب في ماتش العين وكاس الانتر كونتيننت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اهم حاجة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.